عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مع سارة نتمنى يلقاكم فيديو ديالي بأحسن الأحوال وسنة سعيدة لكل متتبعية الغاليين، وتنتمنى تدخل علينا بالصحة والسلامة والخير واليمن والبركات. نزولا عند رغبة العديد من الأصدقاء والصديقات اللي تيصيفطوا لي في الواتساب، عافاك شاركي معنا الطريقة ديال التورته، وعاودتها باش نحط الطريقة والمقادير والوصفة معكم في قناتي. نتمنى ان الطريقة ديالي تعجبكم، وهي طريقة جد بسيطة يعني غير مكلفة بتاتا، وتجي في المذاق رائعة 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 جدا. نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. واحد الزلافة غادي ندير 4 البيضات، ضروري يكونوا بحرارة المطبخ، تنأكد عليها، يعني 4 البيضات بحرارة المطبخ. كذلك عندي هنا كأس عامر ديال السكر ديال العنبة كما تشوفوا معايا، كأس عامر. غادي ندير كأس ديال السكر، واحد الفاني، مع طبعا قبصة الملح اللي كاينه في جميع الحلويات، ونطربهم بالطراب الكهربائي، او ممكن تستعملوا المولينكس. اللي ما عندوش طراب كهربائي يستعمل مولينكس. نطرب البيض ديالي مع السكر ونرجع معكم. وفاش يطلع البيض غادي نضيف كأس واحد من الحليب العادي، يعني بارد عادي، كأس واحد من الحليب. كذلك كاس اللارب كما تشوف معايا ديال الزيت النباتية. صافي، وغادي نطرب غير شي شويه بيدمان ينسجم المقادير مع بعضياتهم. وغادي نضيف الآن النواشف. غادي نضيف الدقيق، بالضبط 2 كيسان ديال العنبه، لان انا بغيتها تجيني خفيفه ماشي ثقيله. 2 كيسان ديال العنبه عامرين مزيان ديال الدقيق، وغادي نخلط فقط بالطراب اليدوي. ما تخافوش ما تيهبطش الخليط، ماشي بحال ديال الجينواز يعني خصو الخدمه غير بشويه. هذا نخلط فقط بالطراب اليدوي. اذا كما قلت لكم غادي ندير 2 كيسان ديال الدقيق مع 2 خنيشات ديال الكاكاو، بودرة الكاكاو والمر، ما يعادل 16 غرام او ملعقه ونصف كبيره. اللي ما عندوش هذا ديال الخنيشات اللي عنده ديال العبار. وكذلك غادي نضيف 2 خمارات محمرين طبعا. اذا غادي نضيف هاد المكونات، يعني غادي نضيف الخمارات مع الكاكاو والمر، ومن بعد نضيف الكأس الثاني ديال الدقيق ونرجع معكم. كيف ما شفتوا القوام ديالها يعني خفيف، تنأكد ان ما تقصحوش القوام. في اناء عفوا في مول ديال الكيكه العادي، او لا الا عندكم اللي تيتحل من الاحسن، انا ما عنديش تهرس ليا. غادي ندهنو بالدقيق طبعا والزبده، وغادي نخوي فيه الخليط ديالي وندخلو الفرن يطيب كعادي كاي كيكه عاديه من التحت، ومن بعد يطيب من الفوق تقريبا واحد 30 دقيقه درجه 180.
المرحله الثانيه هي ديال السيرو باش نشرب الكيكه. اذا غادي ندير انا السيرو ديال القهوه، تيبقى عندكم السيرو اختياري. غادي ندير كاس واحد من الماء والسكر حسب اختيار، والقهوه سريعه الذوبان تقريبا واحد الملعقه. اذا غادي نحركهم مزيان ونديرهم فوق نار جد هادئه، غير يسخنوا مزيان، ومن بعد غادي نطفي عليهم باش نشرب بهم الكعكه ديالي او الكيكه. اذا بالنسبه الطبقه ديال لا كريم انا غادي ندير الشونتيي ولا موس بجوج، يعني غادي نستخدم الشونتيي ولا موس، ممكن تديروا غير وحده. اذا اول حاجه غادي ندير 2 كيسان ديال الحليب يكون جد بارد، دائما تنأكد على هذه القضيه، يكون بارد بزاف باش تطلع معنا لا كريم وما تطيحش ما تذوب ما حتى حاجه. اذا غادي ندير الشونتيي المستحضر، ومن بعد غادي ندير المستحضر ديال لا موس. ديروا اي واحد بغيتو ديال الشوكولا ولا فريز، ممكن ديروا اي فاني، المهم كيبقى لكم اختيار. صافي اذا غادي نطربهم مزيان حتى يطلعوا، وغادي نضيف كذلك واحد الملعقه د القهوه لاننا عندنا طخت شوكولا بنكهه القهوه، ونرجع معكم. كيف ما شفتوا معايا الكريمه تطلع يعني ما تطيحش. هذه الكيكه ديالي صافي راه وجدات، تجي خفيفه بزاف 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 لواحد الدرجه رائعه. غادي نقسمها على طبقتين، ممكن نقسمها على 3، انا اكتفيت فقط بجوج. غادي ندير واحد الشق وغادي نقسمها بالخيط، حاولوا يكون يعني متساوي باش تجي الطبقات نيت متساويه، ما يجيش واحد طرف عالي وطرف محدور. صافي غادي نقسمها بالخيط ديالي ونخليها شي شويه تبرد باش ما تذوب لياش الكريمه، وغادي نشربها كما تشوفوا مازال سخونه. غادي نشربها بالسيرو اللي صوت ديال القهوه كما تشوفوا الشكل ديالها يعني رطبه بزاف. غادي نشربها بالسيرو ديال القهوه. الاشاره القهوه مع الشوكولا فريمون تيجي واحد المذاق رائع جدا. صافي غادي نشرب الطبقه الاولى ديالي هكا تكون سخونه نيت باش تشرب مزيان السيرو، ومن بعد غادي ندير لها القالب باش ندير لها لا كريم. كيف ما شفتوا معايا ساويت لا كريم مزيان يا اما بسباتولا او بحال هادو بثمن جد مناسب تيتباعوا. والان غادي ندير طبقه مقرمشه يا اما باللوز او درت فقط كاوكاو كومكاسي، ممكن ديروا اي حاجه، ممكن ديروا فاكهه، تيبقى لكم الاختيار. صافي وغادي ندير الطبقه الثانيه وغادي نفس الخطوه، يعني غادي نسقيها ضروري بالسيرو ديال القهوه
ممكن ديروا حليب، ممكن ديروا الليمون، اي حاجه بغيتو، يعني السيرو تيبقى اختياري المذاق اللي بغيتو. صافي غادي نسقيها وغادي نعاود نفس الخطوه، يعني غادي نغطيها بلا كريم من الفوق ومن الجوانب ونسويها مزيان حتى تساوى، ما يبقاش يطالع شي هبط. نرجع معكم. ومن بعد ما سويت الطبقه جيدا 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 صافي درت طبقه مقرمشه من الجناب. تيبقى لكم اختيار، ديروا شوكولات، ديروا كاوكاو، اي حاجه. انا كان عندي هادوك ما عرف صراحه سميتهم كانوا متوفرين ودرتهم في الجناب وداير بحال بسكوي محكوك. صافي وغادي نزينها. التزيين تيبقى اختياري، وكتبت فيها سنه سعيده 2021 بالشوكولا. وغادي ندخلها الفريغو تبرد او الثلاجه، من الاحسن الفريغو باش تقبط راسها مزيان. ونرجع معكم في الطبق النهائي. إذن هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالي. نتمنى ان الطريقه ديالي تعجبكم، طريقه بسيطه جدا بدون عناء، والاهم انها مصوبه في الدار يعني على اليد مصوبه، واخا يكون كما جات كما تنقول لهم، المهم انها مصوبه في الدار تنعرفوا شنو تناكلوا. سنة سعيدة 2021، كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. شكرا لمتتبعي الكرام، شكرا لأصدقاء قناتي، صديقاتي الغاليات، عائلتي كاملين، تلاميذتي الأعزاء. سنة سعيدة للجميع، كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم بحول الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم إن شاء الله كل جديد. إلى اللقاء.